السلام عليكم اخواتي جديد، ان شاء الله تكونوا دايما في تمام الصحه والعافيه، ولقاكم فيديوهاتي هانيين ومتهنيين. اليوم نبداو باذن الله اخواتي حلويات العيد. جبت لكم صابلي بريستيج بنوعين مختلفين وبحشوتين مختلفتين، غير ب 250 غرام زبده. راح نخرجوا اكثر 50 حبه، يجيو ما شاء الله اخواتي بطريقه راقيه، بتزيين بسيط، بلمساتهم ابتسام وبطريقتهم ابتسام، وبحشوات كما قلت لكم تجي مختلفه، يجيو من اروع ما يكون، وشكلين مختلفين وتزيين ثاني مختلف. نتمنى ان شاء الله الوصفه والاقتراح تاع اليوم ولا اول حلوه درتها العيد الفطر باذن الله تعالى، ان شاء الله نكملوا رمضان بالصحه والهنا. واليوم حبيت نبدا معكم هذه الوصفه السهله والسريعه وبطريقه تاعي، يجيو هشاش خفاف، يجيو ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم اخواتي، وباذن الله راني نوجد لكم باذن الله تعالى عده وصفات عيد الفطر بمكونات بسيطه. اليوم بديت لكم بصابلي بريستيج، يجي هايل خفيف كما تشوفوا فيه، يجي من اروع ما يكون. وكما قلت لكم غير ب 250 غرام مارغرين، خرجنا نوعين وشكلين مختلفين ويجيو من اروع ما يكون كما تشوفوا فيهم. والتزيين يقعد اختياري، كل اخت تزين على حسب الرغبه تاعها. انا اليوم حبيت نعطيكم طريقتي وفكره تاعي كما تشوفوا. لهنا حبيت نحيد لكم حبه وتشوفوا جا خفيف جا هايل. ولهنا هذا هو باش زينت الحلوى تاعي. هذا الليمون اللي راهم دايرين طوندونس ومدايرين حاله، انا شريتهم بهذو اخواتي. انتي بغيتي تشري تاع السيليكون شويه ثمن تاعهم مرتفع، كل اخت على حسب الرغبه تاعها. حتى هذو عطاونا شكل وتزيين راقي، كل اخت دير على حسب المقدور تاعها. انا شريت هذو تاع 7000، وانتي اذا بغيتي تشري تاع السيليكون تاع 35 45 انتي وش بغيتي. انا وصفاتي سهله بسيطه، مقاديري جد سهله. حبيت ندير هذا التزيين يكون بسيط ويكون في نفس الوقت راقي. نتمنى ان شاء الله الاقتراح تاع اليوم يعجبك. كما قلت لكم هذا الليمون تاع السيليكون ولا هذو تاع هذو، كما شفتوا داروا حاله، واليوم حبيت حتى انا نجربهم وندير بهم وصفات. شوفوا الورقه جات هايله، جات رائعه. هنا فقط بغيتي ديري لها الناكري ديري لها. انا كما قلت لكم ما كانش متوفر عندي، واللي متوفر عندي ما عطانيش نتيجه مليح، وليت ما درتش كامل اخواتي. كاين هذاك الناكري لنوعيه جيده، يعطينا هكا شكل باهي الورقه تاعنا. انا خليتهم هكا بذوق الشوكولا ولا شكلتهم هكا فقط وخليتهم اخواتي. شوفوا النتيجه اللي عطاونا نتيجه رائعه. كما قلت لكم اللي عندها تاع السيليكون دير تاع السيليكون بطبيعه الحال. هذه هي النتيجه اللي عطاتها لي اخواتي، ونبداو على بركه الله في الحلوه تاعنا. هنا كما قلت لكم انا حندير شكلين مختلفين. ديت 250 غرام تاع المارغرين بدرجه حراره المطبخ بطبيعه الحال، لازم تكون طريه اخواتي. عندي كاس تاع سكر كلاصي، عندي هنايا كما تشوفوا نصف كاس تاع الزيت. كما قلت لكم هنا اذا ما عندكمش الباتير تقدروا تخلطوا الزبده هي اولا بالفوي ولا باليد، ومن بعد بداو ضيفوا السكر، بداو ضيفوا الزيت، نضيفوا ثاني هنايا بيضه وصفار بيضه كامله. انا نخلط حتى يتبدل اللون تاعها وتحصلوا على قوام يكون طري جدا اخواتي. هنا فقط كما قلت لكم اللي ما عندهاش الباتير تقدر تستغنى عليه تماما. هنا نواصل في الخلط، ومن بعد راح نضيفوا قلت لكم بيضة وصفار بيضة. دائما البيض يكون بحرارة المطبخ اخواتي. ونواصل الخلط بالضراب حتى يتجانسوا كامل هذوك المقادير مع بعضهم. وهنا ربنا حنبدا اخواتي نضيف كما شفتوا كاس هذا اللي يرفد 220 مليلتر. درت بسكوي، اي بسكوي تفضلوه، بغيتو تاع الشوكولا ولا بسكوي عادي رحيوه فقط. راح نضيفوه كاس كما تشوفوا. وراح نضيف هنايا كما شفتوا تقريبا نصف كاس تاع الكاوكاو مقلي. هنا مقلي جيدا باش يعطينا طعمه وبنه لهذا الصابلي. ما عندكش تقدري تستغناي عليه اختي، ما ديريهش. هنا عندي 2 ملاعق تاع النشاء دايما مغربلين، مكونات يكونوا دايما مغربلين. هنا كما شفتوا هنا 2 ملاعق تاع النشاء يخلي الصابلي تاعنا خفيف وهشيش. 2 ملاعق تاع الكاكاو يكون نوعيه جيده وثاني مغربل اخواتي. هنا راح نضيف الكاكاو ونكمل الخلط، ومن بعد نحي الباتير ونبدا نخلط باليد.
راح ندير عطر الكراميل. هنا بغيتي ديري عطر الفاني ولا عطر الشوكولا ولا العطر اللي متوفر عندك. انا درت عطر كراميل، عطاني ذوق وبنه هايله، جا ما شاء الله خواتي. وكما قلت لكم نواصل الخلط. انا هنا راح نحي الباتير ونكمل باليد. درك تشوفوا اخواتي هنا الباتير تاعي شويه نوعيه تاعو مش جيده، نتوما اذا نوعيه جيده تقدروا تكملوا به. انا هنايا شويه ما نوعيه تاعو مش جيده، ما عطانيش نتيجه مليحه، وليت كملت باليد احسن وافضل. انا نخلط كامل هكا المقادير هذوك اللي درناهم في الاخير مع بعضاهم، وراح نضيف الفرينه بالتدريج. نضيفوا ملعقه صغيره فقط تاع خميره كيميائيه، ملعقه صغيره فقط. وانا كيما شفتوا الفرينه راني نضيف بالتدريج. هنا الفرينه كل اخت على حسب الفرينه اللي تستعملها. فقط خليو الصابلي تاعكم يكون طري، خليوه يرتاح مده 10 دقائق ونبداو نشكلو فيه. هذه هي المقادير تاع الصابلي تاع اليوم. راح نقسم العجين تاعي كما قلت لكم، راح ندير شكلين مختلفين العجينه نفسها، بصح من بعد الحشو اخواتي راح ندير حشوين مختلفين. كل صابلي راح يجيب بذوقه ويجيب بالبنه تاعو يجي هايل. هنا نكمل نواصل كامل حتى تحصلوا كما قلت لكم على عجينه تكون طريه. راح نضيف هذيك الملعقه الصغيره فقط تاع خميره كيميائيه. احنا ما حبيناش انه يتبدل الشكل تاعو. كما تشوفوا نضيفها، وحاولوا انكم ما تخلطوش، غير تلموا هكا في اليد فقط كما تشوفوا. هنا بعد ما تحصلت على عجينه كما شفتوا طريه، راح نغلفها بكيس هكا اخواتي. شوفوا هكا تكون طريه تماما. راح نغلفها بكيس ونخليها جانبا، ومن بعد نبدا نخدمها معكم. انا الشكل الاول درته على شكل ورقه كما قلت لكم اللي راهم داير حاله وطوندونس. حبيت اني اليوم نديرو بطريقتي كما شفتوا بالعجينه تاعي وبالحشو. تسمى كل اخت دير على حسب اللي متوفر عندها. وانا اليوم حبيتو نديرو هكا بالطريقه هذه. انا الصابلي حبيتو ما يكونش خشين بزاف، بغيتي خشين خشني العجين تاعك. قاعده راح نديرو حبه على حبه اخواتي. نطبع هكا بالطريقه هذه ونهز، نطبع ونهز، ما نمشيوش هكا الطابع تاعنا. واش الحلوه تاعنا تجينا معدوله وتجينا لا فورم تاعها معدوله. ما من بعد في الفرن كما قلت لكم مش راح تفزت تماما. نكمل نطبع هكا ونديرو في الصنيوه. الفرن شعلته على 180 درجه، غير تشوفوه يحمر فقط اخواتي من الاسفل. نحيوه، ما تخليوهش يبس بزاف كي حتى الشوكولا. عسوه فقط. هنا شوفوا راح نحيه بالطريقه هذه. عاود نعدلو هكا نديرو في الصنيوه ونروحو نديوه يطيب اخواتي. هنا كيما شوفوا بعد ما شكلته درتو هذا الشكل الاول درتو، من بعد نروحو للشكل الثاني تاع الورده. ثاني جا هايل، حشوته بنينه ما شاء الله خواتي. جربوه بالطريقه هذه. كما قلت لكم اللي تحب الكاطو تاعها خشين بزاف خشني فقط العجين تاعك، ولا خلي العجين تاعك يكون شويه خشين. كل اخت على حسب الرغبه تاعها، كاين اللي تحبو رقيق اللي تحبو خشين. انا نعطيكم الفكره ونعطيكم الطريقه، نتمنى ان شاء الله تجربوه بالطريقه هذه. جا رائع بنين هايل. هذوك الاضافات اللي زدناهم خلاوه بنين. يجي خفيف يجي هشيش. نكملو كامل بالطريقه هذه ونروحو حتى هو نطيبوها خواتي دائما على 180 درجه. هنا بعد ما طيبتهم شوفوا عطاوني كميه ومازال راني نطيب اخواتي. كما قلت لكم عطاوني تقريبا 49 حبه. تسمى بقات حبه على 50 عطاني 49. وكاين اللي حبات هكا نحيتهم جانبا. شوفوا الشكل تاعو جا هايل قعد كيما راهو اخواتي. الورده هذيك ثاني كيما شفتوا جات هايله. شوفوا الشكل تاعها. الحشو درك تشوفوا راح نحشيو اولا هذا تاع الورده جا هايل. كيما شفتوا التزيين يقعد اختياري. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هنا راح نروحوا للحشو. انا ديت من 2 حتى 3 ملاعق تاع معجون مربى. راح نضيف له هنايا تقريبا نقولوا ملعقه ونص ولا ملعقتين تاع حلوه الترك. من الافضل تديو حلوه تاع الترك تاع الميزان. وراح ندي هنايا تقريبا 4 ملاعق تاع تاع الكاوكاو يكون مقلي مليح وبنين. كي شتو كي تقليوها خواتي راح يعطيكم ذوق هايل. انا ديت هذه الشاميه هذه حلوة الترك هذه فتوها مليح ونخدموها جيدا. راح نتحصلوا على حشو بنين وهايل. حشو اللي راهم داير حالة. اليوم حبيت نديرو فيه هذا الصابلي. فقط هنايا حاولوا انكم ديروا طبقة تكون مليحة تاع الحشو. واش كي تجيو تاكلوا الصابلي تاعكم يعطيكم بنة ومذاق هايل. فقط قبل ما نديروا له الشوكولا ندخلوه في الثلاجة. انا خليته ليلة كاملة. انت اذا مزروبة اختي ديريه في الكونجيلاتور مدة تقريبا 10 دقائق عفوا. ومن بعد كلاصي الكاطو تاعك. انا كيما قلت لكم خليته في الثلاجه ليله كامله. الغدوه من ذاك لقيته كيما نقولوا شد روحه.
هنا نخلطو هكا بالطريقه هذه. انا كيما قلت لكم درت هنايا تقريبا 3 ملاعق تاع معجون، ملعقه مملوءه ولا ملعقتين تاع حلوه الترك واش تجينا بنينه، مع 4 ملاعق تاع الكاوكاو مقلي ومحمص جيدا. انا حمصته مليح، جا بنين جا هايل. نخلطو هكا ونبداو نحشيو. هنا كيما قلت لكم نبداو نحشيو في الحلوى تاعنا. راح نبدا هايله، بنتها هايله، الحشو رائع. فقط هنا حاولوا تكثروا من الحشو بنين وهايل. انا هنا شويه كنت مزروبه واش نكمل الفيديو ونوصل لكم الفيديوهات تاع العيد الفطر باذن الله تعالى. نتوما اخدموا في عقلكم، الحشو كثروا واش يجيكم بنين. حاولوا تخدموا تنحيو كامل هذوك الزوائد من الجوانب. بيتوا هذا الكاطو تاعكم ولا ديروه في المجمد مده تقريبا 10 دقائق فقط واش يحكم يشد روحه. واش تقدروا ديروه في الشوكولا هكا ما كيديروه في الشيكولا مش راح يخرج لكم هذاك الحشو. نكملوا كامل بالطريقه هذه اخواتي كما تشوفوا. نتمنى ان شاء الله الصوره تكون واضحه. حاولوا ديروا طبقه تكون مليحه باش الكاطو تاعكم كي تاكلوه يجي بنين ويجي فيه مذاق قايل. كما قلت لكم 250 غرام زبده عطاتنا كميه لا باس بها. انا نزيد ندير معكم وحده باش تشوفوا اخواتي. فقط كما قلت لكم كثروا الحشو تجي الصابلي تاعكم بنين. نكملوا كامل بالطريقه هذه ونروحوا الحشو الثاني ولا الصابلي تاع الورقه اللي راهم داير حاله. كل اخت دارته بالطريقه تاعها وانا درته بطريقتي مبسطه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم اخواتي. نكمل هذا بالطريقه هذه حتى نكملوا كامل. شوفوا درته كامل بالطريقه هذه كما قلت لكم. حاولت اني نديرو في الوسط. شوفوا يكون طبقة مليحة كما شفتوا خواتي. وندخلوا الثلاجة. انا خليته ليلة كاملة كما قلت لكم. هنا نروحوا للحشو الثاني. جبت هنايا كيس بلاستيكي ولا كيس حلواني هذا تاع جوطابل. درت فيه شوكولات طلاء والكيس الثاني درت فيه هذه الكابريز كما قلت لكم الذوق تاعها رائع وبنينه هايله تعطيكم للكاطو تاعكم مذاق رائع. نجيب هذاك هذا الحشو تاعي في 2. راح ندير شوكولاته طلاء على الجوانب وهذيك كابريز راح نديرها في الوسط. حاولوا تكثروا فقط تعطيكم بنه هايله. كما قلت لكم حاولوا انكم ديروا الشوكولا على الجوانب تكون كميه تكون لا باس بها. كما تشوفوا ديروا اكثر من هكا اخواتي. انا درت شويه قليل نتوما كثروا. هاك نحاول نكثر مليح هكا واش تجي باينه. وفي الوسط راح ندير هذا الكراميل ولا هذا الكابريز عفوا. عطاني كابريز ما شاء الله ذوقه رائع بنين هايل. انا نكملهم كامل بالطريقه هذه. راح نحشيهم اخواتي كما تشوفوا. حاولوا ديروا طبقه تكون مليحه كما تشوفوا. هاك نكملوا كامل ومن بعد راح ندير هذاك الكابريز في الوسط كما تشوفوا. هنا ثاني في الوسط ندير كميه لا باس بها من هذا الحشو هذا تاع الكابريز. جا الكاطو تاعنا بنين جا هايل. هنا ثاني هذا نغلق عليه ونديرو ثاني في الثلاجه ولا في المجمد حتى يشد روحو. من بعد نروحو نكلاصيوه مع بعضنا اخواتي. نحاول ندير الشوكولا على الجوانب جيدا هكا بالطريقه هذه ونغلق عليه بطبيعه الحال. ندير حبه على حبه كما تشوفوا. كما شفتوا الشكل تاعو قاعد كيما راهو جا هايل. جا ما شاء الله. هذاك الزائد على الجوانب بطبيعه الحال راح ندير له هكا غير باليد فقط هكا كما تشوفوا خواتي واش يجينا بنين ويجي هايل. نكملوا كامل بالطريقه هذه باش ما يجيناش الفيديو طويل اخواتي. هنا كما شفتوا الصوره نتمنى ان شاء الله تكون واضحه خواتي. كما قلت لكم كثروا فقط شويه الشوكولا على الجوانب. كما شفتوا درنا 2 صابلي بحشوتين مختلفتين وفي زوج بنان وفي زوج ما شاء الله. وندخلوا حتى هو للثلاجه كما قلت لكم كما الشكل الاول. وبعد ما يجمدوا انا كما قلت لكم خليتهم ليله كامله. الغدوه من ذاك ذوبت شوكولا تاعي درتها في حمام مائي. هنا ضفت لها تقريبا 2 ملاعق تاع الزيت. انا خففتها شوي اخواتي واش تعطيني كميه وتعطيني نتيجه هايله. ما تثقلوهاش بزاف كما تشوفوا. ونقلاصي الحلوه تاعي نديرها في الثلاجه تجمد. من بعد راح تحصلوا على نتيجه هايله. انا هنا حاولت اني ندير الكاكاو من الفوق ولكن ما عجبتنيش النتيجه. دوك تشوفوا حبات. من بعد حنا نحاول نعدل هكا الحلوه تاعي غير باليد فقط. نهبط كامل هذيك الشوكولا الزائده ونكملهم كامل بالطريقه هذه كامل. عن بالي بلي تعرفوا تقلاصيو الحلوه فقط. هنايا خفوها شوي واش تعطيكم نتيجه.
هنا نهبط كامل هذيك الشوكولا. هنا كيما قلت لكم انا حاولت اني نديرو هكا باش يجيني كيما القطيفه، من بعد ما عجبنيش الشكل تاعو وليت كملته كامل عادي كيما شفتوا. واللي عندها شويه صفايه يكونوا شويه الفتحات تاعها شويه صغار، تكون العمليه احسن واحسن. اللي حبت انها تدي الطريقه وتدي الكيفيه فقط. انا كيما قلت لكم الصفايه تاعي شويه الفتحات تاعها خشن، ما عجبتنيش الطريقه وليت ما درتوش، كملته كامل هكا. جبت هذوك الورقات تاعي ودرت لهم شويه شوكولا ولصقتهم هكا خواتي بالطريقه هذه. كاين فكرتين، تقدري ديري هكا الكاكاو وديري وتكملي هكا ديري بالطريقه. ندير شويه شوكولا ونزين هكا بالطريقه هذه. انا شويه هنا كنت مزروبه، نتوما خدموا الحلوه تاعكم في عقلي ومش تعطيكم نتيجه هايله. نروحوا للشكل الثاني نقلاصيو ثاني بنفس الطريقه. جا هايل، جا شكله راقي بنين. اهم انه البنه تاع الصابلي والحشو رائع. جربوه بالطريقه هذه ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الحلويات اللي نديرها في عيد الفطر باذن الله. وان شاء الله نكملوا رمضان بالصحه والهنا اخواتي. نقلاصي الحلوه تاعي هكا كامل ونزينها وتشوفوها معايا جاهزه باذن الله تعالى. وهنا كما تشوفوا جبت هذا الناكخي العادي، هذا اللي رخيص هذا، واللي درت له هكا كما تشوفوا هكا تزيين بسيط خفيف هكا بالشتا. ولا تقدروا ديروا تاع الاسنان ثاني تعطيكم نتيجه هايله. وجبت هذوك الوريدات تاعي اللي خدمتهم في المول هذاك اللي خرج جديد كما تشوفوا. راح ندير لهم ورقه ذهبيه من الفوق نلصقهم بالشوكولا وتكون الحلوه تاعنا جاهزه. الصابلي تاعنا هذا بريستيج لي بطريقه ام ابتسام. الأهم أنه بنين ويجي هايل هكا. درت الورقة ذهبية في الوسط فقط كما تشوفوا، عطاني نتيجة هايلة وجا هايل. وهنا هذا تاع الورقة خواتي، هذا الكاطو حبيت أن ثاني نعطيه شكل باهي. جبت هنايا هذيك الكابريز كراميل، هذيك تاع الكابريز درت هكا الجوانب. وجبت القطايف محمصين راهم يتباعوا، السعر تاعهم مناسب جدا وكمية لا بأس بها، يديلك عدة وصفات. وراح ندير لهم هكا على الجوانب محمصة جاهزة. جا بنين جا هايل بالطريقة هذه المبسطة. نديرو في الكيسات ونوجدوا وتشوفوه معايا باذن الله. نتمنى ان شاء الله الاقتراح والوصفه تاع اليوم تعجبكم اخواتي. الحلوه هذه ولا الصابلي هذا بريستيج بذوقين ولا بحشوتين مختلفتين وبشكلين مختلفين وبنفس العجينه. اعطتنا تقريبا 50 حبه ما شاء الله، اعطانا كميه هايله. وكما تشوفوا الطعم تاعو رائع. جربوه واش تعرفوا على واش راني نهضر اخواتي. كما تشوفوا جا بنين جا هايل وتشوفوه معايا باذن الله جاهز. وهاي بعد ما كملناها تشوفوا معايا الحلوة تاعي الرائعة البنينة. صدقوني مذاقها رائع شكلا ولا مذاقا، جاو من أروع ما يكون. كما شفتوا غير ب 250 غرام مارغرين عطانا 2 أنواع. وكل وحدة ولا كل صابلي والذوق تاعو والشكل تاعو جا رائع. نتمنى ان شاء الله الاقتراح والوصفة تاع اليوم اخواتي تعجبكم ودوك نقسم لكم وتشوفوا الحلوة تاعنا. جات هشيشه، جات خفيفه، جات ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوهم واستناوني دائما في وصفات باذن الله ولا حلوه جديده على قناه مطبخ وتدابير ابتسام. نحاول بكل مجهودي اني نقدم لكم الوصفات قبل عيد الفطر باذن الله تعالى تستفادوا وتجربوهم. واللي جربت اي وصفه من هذه الوصفات تقول لي فقط في التعليقات. ونتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بالجام اخواتي، راح يشجعني ويحفزني دائما على المواصله. نتمنى ان شاء الله الاقتراح تاع اليوم يعجبك. الى عجبك اختي بطبيعه الحال شاركيه مع الاحباب والاصدقاء، بارطاجيو القناه في مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائده ولو بشيء بسيط. نتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. دمتم في امان الله وحفظه. صحه فطوركم.